قبل فترة صارت هالمسألة، ذكرتها للإخوان، أنه أحيانا هذا التليفون النقال يطيح في مكان متنجس مثلا، تصيبه أشياء نجسة، فيسأل صاحب التليفون يقول أنا ايش أسوي هذا، شلون أطهره؟ طهرة غسله. في طريقة ثانية للتطهير؟ لا ما في، تغسله ما في. لو تروح في شرق الأرض أو غربها تدور لك حل ثاني ما يطهر، تمسحه بخرقة ما يطهر، يريد له غسل ماي تصب عليه ويمر، هي توه قلناه، صب عليه ماي ويمر عليه. يقول يخرب، خليه يخرب، ترضى يخرب خليه يخرب، ما تريد يخرب وتريد تبقي خليه يبقى نجس، خليه يبقى نجس. حرام واحد يحط بجيبه تليفون نجس؟ لا مو حرام، لكن يحسب حسابه أنه إذا أمسكه برطوبة إيده راح تتنجس، يغسل إيده، وإذا جاف هم ما في مشكلة، أو يحط له نايلون، أو نعم، أو يمسك له مثلا بكلينكس، بأي شيء. يعني المقصد أنه الشيء يبقى نجس، هذا ما في إشكال بحد ذاته،